تعال شوف الشيخ الجليل الشيخ يوسف القرضاوي، حضرتك معاك جنسيه قطريه وحضرتك راجل دين، وراجل الدين يبجل، وراجل الدين في بلد في قريه انا في بشالوش يا سلام، ده انا ببوس ايده. النهارده تطلع وتقول يا شعب مصر اطلعوا احرقوا، الراجل ده لو ما مشيش هو انت قاعد معانا؟ ده انت راجل من الست الجزائريه للست التونسيه للست يا عم بتاع قطر، يا قطري انت مش مصري، ده انت راجل مش عارف اسمه ماسك رئيس المجلس العالمي الاسلامي اللي مش عارف ايه، في راجل مسلم. الله، شوف يا باب الفتنه في البخاري في الجزء الاخير، الرسول عليه الصلاه والسلام حذر من هذه الفتنه، حذر من المسلم الذي يقتل المسلم. انت النهارده بدل ما تهاجم شعب مصر، هو ابنك هنا يوسف عمال يقول شاعر واخد بالك هو راجل راح جاي مع الراجل وانت عمال هناك تحرض فين؟ في قطر. انا عايز اقول لك خبر بس في قطر، قناه الجزيره التي ترفض ان اي حد يعمل مداخله يقول وجهه نظر غير وجهه نظر اللي هي عايزاه. هو حاولت تتصل بيهم وتخش؟ انا وغيري ورفضوا. نجيب ساويرس هو كمان رفضوا، قالوا لا، لما حاول يوضح لا. عايز اساله، قناه الجزيره عندهم ستات حلوه كده جمال كلهم جايين من سوريا ولبنان، ما حدش عندهم قطر. هو قناه الجزيره دي ما عندهاش الا مصر؟ لا انا يعني هو السؤال، هو في قناه تقعد 15 يوم شغال على بلد؟ لا مش شغال على بلد، شغال على دار التحرير. الله، هو انت يا امير قطر فاضي ما عندكش مشكله خالص؟ الله، خلاص يا عم انت كنت عامل زي الجسمي حسين الجسمي ورحت شفطت ورحت خيطت بطنك خلاص انت راجل جنتلمان، ما تخليك في بلدك يا اخي. انا جالي خبر النهارده يوم 27 فبراير شعب قطر المحترم هيطلع يعمل اعتصام في اكبر ميادين قطر عشان المحظيه الست موزه اللي كل الناس اللي بيعملوا لها ملابسها في لندن وباريس يهود، اللي بتعزم رئيس الوزراء الاسرائيلي ومراته. خلاص هذه المحظيه انا بقول لها ما تمشي الجيش ما تمشي الامريكان اللي محتلين قطر طالعين. انا بقول لك على مسؤوليه 27 شعب قطر المحترم عامل، ما هو لازم يدور اخر. 27 فبراير طالعين في قطر كل شعب قطر المحترم عشان يقول له المحتل ده يطلع. 23 مليار دولار انصرفوا على كاس العالم، وهو نفسه نظم كاس العالم كاس اسيا وطلع من الادوار الاولانيه. فهذا الرجل اللي بيكره مصر بس برضه عايز يروح دكتور نفساني. هقول لك ليه بقى؟ ده بقى ودير الرخاوي، بلاش عشان الدكتور احمد ودير ريحه الرخاوي. عارف ليه بقى؟ ان هذا الرجل لانه خان ابوه وخلع ابوه، خلي بالك، وزي ما قلت قبل كده والده الامير المحترم راجل داخل الحمام يقضي حاجه 5 دقايق راح قافل عليه الباب من بره بالمفتاح وقال له هي انا بقيت امير قطر. اللي بيخون ابوه ما يخونش شعب مصر، عشان واحد طالع يقول له العيش والملح اللي كلته مع مبارك ده انت خنت ابوك ويريد ان يكون كل العالم العربي خائن. عايز الناس تخون حسني مبارك والناس تخون مش عارف مين. فالنهارده هذه الجزيره اللي انت حضرتك بتشوفها خلاص، طب ما كان في مظاهرات في ميدان مصطفى محمود نالتها؟ لا. طب ما في كانت مظاهرات. وعايز اقول لك حاجه، انا الان لا اتحدث عن اسم مبارك، اسم مبارك انا بقول لك انه في نهايه هذا العام هو الرئيس السابق. في نهايه هذا العام ما فيش رئيس مبارك، مش هيبقى موجود. لكن انا بتكلم عن بلدي مصر، لا اسمح بعد ما اقرا وثائق. طيب انا اسف بس بعد إذن في وثائق جاي الوثائق بس انا يعني اي انتقادات توجه لقناه الجزيره ما فيش مشكله، وكلنا بننتقد يعني بعض الاشياء المغرضه للاسف اللي بنشوفها على قناه الجزيره، لكن يعني هو ده واجبي الاعلامي يقتضي ان اي كلام له علاقه على الاسره الحاكمه في قطر او امير قطر او السيده زوجته او الشعب القطري على مسؤوليه المستشار مرتضى منصور. ليس، انا اسف بس اكمل الجمله دي واروح. على مسؤوليه المستشار مرتضى منصور والذي لا يمثل الا وجهه نظره. التلفزيون المصري وبرنامج مصر النهارده لا علاقه له، نحن ناقلين وعارضين ومستمعين فقط لا غير. وجب التنويه وللجميع حق الرد. مين قال لك ده في السماعه دلوقتي؟ اتفضل يا فندم. حد قال لك في السماعه الكلام ده؟ لا، السماعه شغاله. انت سامعها؟ انا ما عنديش سماعه. سامعها؟ انا ما عنديش سماعه. طب بذمتك سامعها يا راجل؟ مش انا من شهر يوم 16 12 مع سيد علي قلت له غضبة ربنا يا احمد يا عز جايه، يا احمد يا عز يا مفتري، وربنا خلصنا هو منه. انت ما تعرفش حضرتك ان وجود حضرتك في البرنامج لازم الكلام يبقى على مسؤوليه حضرتك، لان انا يا انا هقول تاني هو امير قطر احسن من رئيس جمهوريه مصر حتى لو انا مختلف معاه؟ هي موزه احسن من استاذ مبارك حتى لو مختلف معاها؟
مش مساله احسن واوحش. انا مش فاهم في النهايه يعني عايز اقول له يا اخي خليك في بلدك. ال 23 مليار اللي صرفتهم على كاس العالم ورشيت بلاتر والناس اللي معاه، انا بقول لك على مسؤوليتي. للاسف مصر وقفت. صوت مصر ادته لقطر هاني ابو ريده. النهارده انت بتكرهنا ليه؟ بتكره الشعب المصري ليه؟ ده انت اوضه وصاله. ده انا مش فاهم، بلدك كلها اوضه وصاله. النهارده كل شغلك وكل تركيزك على ميدان التحرير. يا اخي شوف شعبك، يا اخي شوف هو ربنا اذا كان كرمك بشويه بترول هتخلصهم على كاس العالم. ما هيرد ويقول لك انا بشتغل شغل اعلامي احترافي. الحدث الاهم في الوطن العربي كله ويمكن في العالم كله اللي امريكا نفسها واوروبا بيتفرجوا هو ما يحدث في ميدان التحرير اللي هو قلب الانتفاضه. يعني مش في وجهات نظر مختلفه في يعني مش يروح يسال. في ناس بتقول لك لا احنا عايزين الاستقرار، مش عايزين دعوه بحسني مبارك، عايزين الاستقرار حرام. لما هات لي حد بينتقد قناه الجزيره، ولما حد يجي يتكلم مع قناه الجزيره وحس نقول له ايه وحان وقتنا الان نغلق الله. هو انت لما اجي اتكلم تغلق يعني حتى لو عارف الاول انت مين وابتدي تتكلم وتدافع عن بلدك، هو مش عايز ده. وبعدين النهارده كل المذيعين اللي عندهم منين؟ قول لي منين؟ كلهم هربانين من بلادهم. وانا قلت قبل كده احمد منصور اللي انا سمعته وهو بيقول لهم ايه؟ زنقوني، حبسوني، قفشوني، بيضربوني، جريح. وطبعا الحكم عماله تلعب جريح احمد. ما احنا عارفين انك اخوان مسلمين. بيقول الاخوان المسلمين النهارده اهم قعدوا مع السلطه، هتقعد تلعب لي في حواجبك بقى تقول ضربوني وشتموني وتاخد دينارات. نكتفي بهذا القدر من قناه الجزيره عشان ما تاخدش اكتر من وقتها وحجمها.